السلام عليكم. يا اخوانا، بين ال الرغبات والاحلام بيكون في عائق صغير، الامكانيات او المتوفر. يعني انت لما تيجي تطلب من طفل صغير مثلا يحرك التلاجة، يعني دي رغبة منك، لكن آه، ما يصطدم به الامر هو انه ده طفل صغير ما يقدرش يعملها. المطلوب من الزمالك دلوقتي انه يغلب الاهلي. طيب بأمارة ايه؟ هو ممكن الزمالك يكسب الاهلي؟ طبعا ممكن زي ما الطفل الصغير ممكن يحرك التلاجة او يزق عربية. الزمالك كل حاجة ضده. يعني بصوا، انا ما شفتش حاجة مع الزمالك. مدرب لسه جاي، لعيبة الله اعلم بيها، ناس مستبعدة وناس مكسرة. يعني الفريق الزمالك لو بكامل قوته اضعف 10 مرات من الاهلي، ودي حقيقة. يعني بص على السكواد بتاع الزمالك تضحك يعني احنا بنتمنى مثلا النهارده ان مصطفى شلبي يكون اكتمل بفضل الله شفائه. مصطفى شلبي ولا كابتن دونجا يبقى جاهز، رجليه فك كاس الرمل اللي عليها، ويعمل كده ايه، كور العالميه بتاعته اللي هي الاسيست للفريق التاني. بصراحه يعني اوكي، انا دايما كزملكاوي كان ماتش الاهلي والزمالك بالنسبه لنا طبعا مشكله كبيره يعني. آه، حتى ايام ما كنا حلوين قوي بنكسب الاهلي. طبعا بنكسب الاهلي مش بنفس النسبه اللي الاهلي بيكسبنا، بس بنكسب عادي، مش قضيه. المتوقع دايما ان احنا نتغلب من الاهلي، بس المره دي لا. يعني المره دي العمليه صعبه قوي، حتى اكتر بكتير من كاس السوبر الافريقي. يعني كاس السوبر الافريقي كان فيه مفاجاه. ده النهارده الاهلي واخد باله كمان من الحته دي، ان ده خد بالك ان ممكن الزمالك كده وهو ميت يعمل معانا الصح يعني. لكن خد بالك كمان ان في مباراه السوبر الافريقي كان جوميز بصراحه واضح انه بيعرف يلاعب كولر، او ان كولر بيفتي كتير في ماتش الاهلي والزمالك ده. اتمنى طبعا ان هو يفتي تاني، يعني يعيد الفتي بتاعه، يلاعب اكرم توفيق والناس الحلوه دي. الزمالك ممكن يكسب. انا زي ما قلت لحضرتك الزمالك ممكن يكسب. طبعا مودرن سبورت كسب الزمالك، يعني مش حاجه يعني. لكن حتى خلينا واقعيين، يعني بمنتهى الامانه، حتى لو الزمالك كسب، طب وبعدين؟ انت استمرارية الفريق ده بالطريقة دي ده شيء مستحيل. استمرارية الإدارة كده مستحيل. اللاعبين بما هم عليه الآن، لا، في ناس لازم تمشي بغض النظر عن النتائج اللي ممكن تحصل لو مشيت أو قعدت. كابتن زيزو اللي عايز ياخد بوتيكات النادي عشان يلعب، وهو أصلا ما بيلعبش بمنتهى الأمانة يعني. طب زيزو لو راح فريق تاني هيلعب أحسن من كده أكيد. هو ما بيلعبش أسوأ من كده يعني. بس مش معنى كده ان انا يعني احافظ عليه، لانه اصل لو راح نادي تاني مش هيلعب كويس. طب ما هو معانا ما بيلعبش كويس يعني. اتمنى طبعا لو راح نادي تاني يلعب بنفس الطريقه الجميله اللي بيلعب بيها الزمالك مع الزمالك دي، الحنكوش والفنكوش اللي هو بيعمله في الملعب ده. آه، جمهور الزمالك هو الحاجه الوحيده المنوره في الزمالك. يعني عارف انت كده ايه المكنه اللي هي بتعمل صاعق الكهربائي كده، اللي هو ايه، واحد بقى ميت. فالصاعق الكهربائي ده هو جمهور الزمالك. ساعات كده كتير بيتدخل في الماتشات بالطريقه دي، بطريقه الصعق. والله للاسف حال الزمالك صعب جدا. الموضوع برضو مش فلوس. خد بالك ان اداره الزمالك يعني تخيل عمر فرج ده مدفوع فيه مليون دولار. مش عارف ايه ده، ازاي احنا كده، ازاي الناس دي كلها موجوده في نادي واحد بس يعني الزمالك. يلا. تسالني عن رايك الشخصي متفائل؟ لا والله انا متفائل، ما اعرفش ليه. مفيش حاجة تدعو للتفاؤل في الماتش ده بس والله انا ما اعرفش ليه متفائل. يلا صباح الفل.